السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح الخير وصباح يوم جديد. النهارده الفيديو ده اعتبروه تصبيره كده للناس اللي كانت بتسأل عليا على المنتدى وعلى التعليقات، انا ليه مش بنزل فيديوهات الفتره اللي فاتت. فانا كنت بصراحه انزل لكم بوست على المنتدى اقول لكم انا ليه مش بنزل فيديوهات، وليه ده احتمال كان يبقى اخر فيديو على القناه. بس قررت ان انا اسيب نفسي اهدى وبلاش دراما وبلاش نبقى دراما كوين كده واقعد اطلع كآباتي عليكم عشان كل واحد فيه اللي مكفيه. المهم، انا النهارده مش روتين ومش فلوج، فعلشان ايه اللي مش عايز يضيع وقته الفيديو ده عباره عن رغي في رغي، مفيش فيه اي حاجه مفيده اكتر من اني انا ليه ما بقتش حابه اصلا ابقى متواجده على اليوتيوب. والفيديو ده للناس بس اللي بتتابعني ومهتمه، اللي هم 5 6 اللي بيتابعوا القناه يعني. طبعا بدات يومي بنشاط كالعاده، مفيش نشاط ولا اي حاجه. انا صحيت، فتحت البيت، غسلت اسناني، غسلت وشي بالغسول بتاعي. بالنسبه لروتين البشره والحاجات دي كلها ان شاء الله لما ارجع لشغفي هعمل لكم ريفيوهات عن كل الحاجات الجديده اللي انا جربتها. المهم، ده الغسول بتاع دروماتيك كنت جايباه في عرض من العروض اللي وريتها لكم من فتره، وكويس شغال يعني. هبقى اقول لكم برضو رايي فيه. اليوم اللي بلاقي نفسي صاحيه مش قادره اعمل حاجه ما بعملش حاجه، يعني ما فيش، انا مش، احنا مش موظفين ولو ما عملناش الشغل هنترفد. انا عارفه ان احنا شغالين في وظيفه اللي هو احنا كستات بيوت ما ينفعش نستقيل ولا ناخد اجازه، بس نفسك ليها عليكي حق. فحاولي لما تلاقي نفسك خلاص فقدتي كل الشغف والطاقه والقدره على انك تكملي اي حاجه في اي حاجه، حاولي تفصلي حتى لو نص يوم بس. المهم، بعدين بعد الغسول برطب وشي برضو بالمرطب بتاع شان، ده كنت جايباه من العرض بتاع نون، وحلو قوي لو عايزين حاجة لترطيب البشرة الجافة أو شديدة الجفاف في فصل الشتاء. تقدروا تجيبوا المرطب ده. بحاول الصبح بدري انه مش اصحى من النوم يلا جري على المطبخ، انا بصحى بدري فبالتالي قدامي وقت ان انا اخد وقت لنفسي، اخد وقت لنفسي. ولو في صلاة او ميعاد صلاة بنصلي، بقرأ الورد اليومي بتاعي الصبح علشان ما انساش، او عشان اليوم عارفين زحمة اليوم والمشاغل اللي احنا فيها. وبقول الاذكار وبحاول بحس كده ان انا هديت، يعني انا من الاشخاص اللي مش صباحية. انا بصحى الصبح حاسة اللي هو انا ليه، لماذا نحن هنا، انا ليه في الكوكب ده، انا عايزة اروح كوكب تاني. بس لما ببتدي ادي وقت لنفسي كده وافصل مع نفسي شويه الصبح، ما بياخدوناش من الدار للنار زي ما بيقولوا، فبحس ان انا هديت وبقيت افضل. من الاسباب اللي مخلياني مش حابه انزل فيديوهات الفتره اللي فاتت ان زي ما انتم شايفين القناه واقعه، ومحدش يقول لي هي واقعه عشان انت مش بتنزلي فيديوهات. انا جالي فتره كنت بنزل فيديو كل يوم وساعات كل يومين، فلا كنت متواجده. انا القناه عليها تقريبا اكتر من 600 فيديو، فما حدش يقول لي انه السبب اهمالي انا وان انا مش بكمل. هي انا ماليش حظ فيها، يعني انا ماليش حظ في اليوتيوب وده عادي. بس الفكره انه الموضوع بيعمل لك احباط. ليه؟ لانه اصلا الحياه محبطه بما فيه الكفايه. من اكتر الحاجات يا بنات اللي خلتني محبطه الفتره اللي فاتت ان انا كنت بما اني ما بشتغلش على القناه ومش بنزل فيديوهات، مش مهتمه بتصوير، فلجأت شويه ان انا اتفرج على، ادخل على الفيسبوك، وانا مش من الناس اللي بتحب الفيسبوك. كميه اخبار سلبيه تجيب اكتئاب لاي بني ادم مهما كان ايجابي. فنصيحه اخويه، حاولوا تبعدوا عن اي حاجه بتصدر لكم طاقه سلبيه. يعني لو انا قناتي بتديكوا طاقه سلبيه وانتوا ما بتحبونيش شخصيا ما تتفرجوش عليا. اي حد بيديكوا طاقه سلبيه بجد ما تتفرجوش عليه. الفيسبوك عباره عن قنبله، بيتكلم طول الوقت عن غلاء الاسعار وقد ايه ان احنا الفتره الجايه داخلين على مجاعه ومش يا جماعه. يعني ايوه، فرجتنا على الحاجات دي بتأثر، بتغير. الغلا موجود في كل الاحوال. يعني انا حسيت في فتره ان انا جالي اكتئاب من كتر ما انا قاعده شايله هم بكره، مش عارفه هعمل ايه، انا مش عارفه امشي الميزانيه، خلاص ما عادتش نافعه، حاسه الدنيا مقفله في وشي، ورايا التزامات كتير، مش حاجات كتير، افكار، تعب جسدي، صحي، لا 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 لا. فان انا بقى اعمل لكم فيديوهات كلها كدب في كدب، يعني هطلع اقول لك صباح الجمال والنشاط والطاقه الايجابيه والبشع وانا اساسا مكتئبه وطاقتي السلبيه بصوا مشعه كده. فلا، فحبيت ان انا اعزل قليلا ما اكئبش حد معايا، ولما ارجع ابقى الى حد ما كويسه ارجع تاني واكون متواجده تاني. انا كل اللي طالباه منكم الفيديو ده زي ما قلت لكم مش اي حاجه اكتر من رغي. كل اللي طالباه منكم بجد اللي شايف انه اي فيديو بيقدم له اي حاجه يا ريت تشيروه، تحاولوا. انا ما اقدرش اعمل اعلانات مموله، ولا اعرف اروح لقنوات ادفع لها علشان تعلن لي عندها. فانتوا المعلنين بتوعي بقى. فحاولوا اي، ارجوكوا يعني اي حد يكون حابب المحتوى اللي انا بقدمه، حابب ان انا اكمل، لان فعلا الموضوع محبط. مفيش بني ادم بيقدر يدي في حاجه من غير مقابل، والمقابل على الاقل انها تشاف. يعني ما بتكلمش في مقابل مادي، بتكلم في اني اتشاف. لكن ان انا اعمل فيديو يقعد اسبوع يجيب لي 100 مشاهده ولا 120 مشاهده، مش متخيلين الموضوع محبط قد ايه. خصوصا ان الحاجات دي بتاخد وقت، بتاخد مجهود. ف
بس انا كنت مختفيه ليه؟ لان كنت واخده قرار ان انا مش هنزل فيديوهات تاني اصلا. بس انا عارفه باخد القرار ده كل فتره، فما حبيتش ازهقكم بقى بنفس الموال. فقلت ايه لما اهدى كده، القناه غاليه عليا جدا وانتوا غاليين عليا جدا، فالقرار مش سهل. قرار انه لا يلا خلاص، حاجه انا تعبت عليها لمده 3 سنين، فيلا احذفي الفيديوهات وامشي. انا مش هعرف اعمل كده بسهوله. فلا، قاعده على قلبكم ما تقلقوش. بس كنت حابة اخد اجازة مع نفسي علشان اقدر اتعافى من اللي انا فيه، اللي هو انا مش حابة احكيه علشان ما ضايقش حد، علشان ما كئبش حد، علشان انا شايفة انه من حقي او حق اي بني ادم سوي اني بعمل لكم محتوى، انه انت اخر النهار تعملي كوباية قهوة وتقعدي تتفرجي عليا فتخرجي من الفيديو مبسوطة. مش هقعد اصدر لك طاقة سلبية ونكد، عشان هي الحياة مليانة نكد من غيري، بيا ومن غيري هي نكد. فنعمل ايه بقى؟ نستسلم؟ نفضل مكتئبين طول الوقت؟ لا، انا زي ما قلت لكم اكتر حاجه مصبراني على ان الايام دي تعدي والله، ومش بزايد على حد ولا بقول ان انا احسن من حد، بس انا بقارن نفسي بنفسي ان انا الفتره دي الحمد لله علاقتي بربنا احسن من الفتره اللي قبلها. فانا شايفه انه اكتر حاجه مهدياني ومصبراني على الغلا والمشاكل والضغوطات والتعب الجسدي والنفسي، ان انا لما بتعب بقوم اتوضى واصلي، لما بحس ان انا لوحدي بقوم امسك المصحف اقرا فيه. اوقات بتيجي ببقى منيله بنيله ومش عايزه اعمل اي حاجه والصلاه تقيله على قلبي، ومش صح ان انا اقول كده، بس انا بني ادمه. فعادي انه احنا نحس ان احنا في اوقات بنجري نصلي. على فكره احنا بنصلي عشان احنا اللي محتاجين نصلي، بنقف بين ايدين ربنا عشان احنا اللي محتاجين له، مش هو اللي محتاج لنا. ف النصيحة الأولى اللي هعيدها وازيدها كتير: ابعدوا عن السوشيال ميديا. اي فيديو بيجيب لك اكتئاب ما تتفرجيش عليه، اي قناه بتجيب لك اكتئاب واحباط ما تتفرجيش عليها، اي حاجه على الفيسبوك، الفيسبوك بيصدر لك طاقه سلبيه ما تفتحيش فيسبوك. اعملي زي اتفرجي على افلام كرتون. انا قعدت اتفرجت، شغلت فيلم فروزن كده في اخر اليوم، وقعدت مع نفسي، خدت اللابتوب كده وقعدت اللي هو ايه، طب ليه اتفرج على فيلم مثلا اكشن دراما وناس بتموت ومش عارفه ايه وعيت واكتئاب؟ ليه يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ احناش ناقصين والله. فمش قادرين نخرج ومش قادرين نروح ونيجي والظروف منيله بنيله، مش مشكله، نقعد في بيتنا عادي، شغلي التلفزيون اتفرجي على مسلسل ولا فيلم ابيض واسود. اعملي لنفسك اي جو ب5 جنيه في شهر من اي عطار، واعملي واقعدي انت والعيال وبصوا. اللي عايز يتبسط هيتبسط. انا عارفه ان الحياه بقت صعبة صعبة لأبعد حد ممكن حد يتخيله، بس مش هنموت. يعني لو بدأنا نحاول ان احنا نستغنى واحدة واحدة عن الكماليات، نحاول ان احنا نقلل الرفاهيات، مع ان ما عادش في حاجة رفاهيات دلوقتي، وهنعيش وهتعدي. لان الزعل مش هيعمل فينا حاجة غير انه هيدمرنا اكتر، وشيل الهم مش هيعمل فينا حاجة غير انه هيجيب لنا امراض وهيخلينا. انت شايله الهم وجوزك شايل الهم، انتوا الاتنين منكدين في وش بعض، هتمسكوا في بعض اخر اليوم وتتخانقوا، ملهاش لازمة. فندعي، مفيش بايدينا حاجه غير ان احنا نشتغل، نعمل اللي علينا، ندعي ربنا بالبركه، ربنا يرزقنا البركه في بيوتنا، في حياتنا، في كل حاجه. رغيت انا كتير، مش هطول عليكم اكتر من كده. استنوني ان شاء الله يا بكره يا بعده بالكتير في فيديو جديد كده يكون حلو. اشوفكم قريب على خير باذن الله. السلام عليكم.